السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. وربنا يعود الأيام دي بخير يا رب عليكم وعلينا يا رب. بصي يا حبايب قلبي، النهاردة احنا كنا بنجهز بقى ليوم شم النسيم طبعا. فقلنا أول حاجة هنعمل فطير، بس بداية كده يا حبايب قلبي هنصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. اللي مش عارفني، أنا أختكم في الله لمسة وست بيت شاطرة. ادخلوا وفعلوا لي الجرس واعملوا لي اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. حبايب قلبي، النهارده طبعا بدأت بالفطير. طبعا انا عجنته معاكم قبل كده، بس عشان ايه ما اطولش عليكم في الفيديو. طبعا عجينة الفطير يا بنات مية وملح فقط، مش اكتر من كده، مية وملح ودقيق بس. وتسيبيها تهدى شويه وبتقطعيها العجينه ترتاح، وتبداي بقى ايه تفرديها بقى على الطبليه زي ما انت عايزه. الفطيره كبيره الفطيره صغيره اللي انت عايزاه. وبتجهزي طبعا القشطه والزبده والحاجات الحلوه دي والروايح الجميله دي بقى جنبك، وانت بقى بتعملي في الفطيره. المهم انا عملت الفطير طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين، والجمال والطعامه والريحه بقى ما اقولكوش عليها. طبعا انا جهزت الفطير، بس علشان الفيديو طويل شوية، فانا حبيت ان انا اقصره واحط لكم معظم الصور كده، علشان انا لسه بقى هعمل معاكم، هنضف معاكم الفسيخ وهعمل معاكم الرنجة. وفي حاجات كتير قوي هنجهزها، احنا بنجهز دلوقتي. وهي انا هنزل لكم فيديو تاني اللي بقى الفسحة بتاعتنا المتواضعة اللي على قدنا. المهم يا بنات، انا بحب اشارككم كل حاجة حلوة في حياتي. ونسيت والله العظيم في حاجات كتير قوي ما تصورتش، بس المهم الحمد لله على قد ما قدرت ان انا ابدا انزل لكم الحاجات دي. وحشتوني والله يا بنات، وحشتوني كتير كتير. المهم يا بنات، هنا طبعا انا خلصت الفطير، وبعدين جبت البيض وسلقته. طبعا احنا كل سنه بنقعد نلونه كده بالوان سيبيرتو بقى وحاجات، وتقعد تعمل في الايد. طبعا انا جربت بقى موضوع البالونات ده يا بنات، تحفه تحفه تحفه. انت بتجيبي البالونه، بتقصي البوز بتاعها زي ما انت شايفاها كده. طبعا بتكوني سلقه البيض حلو. طبعا علشان البلالين دي جت صغيره شويه يا بنات، فهي كانت عايزه تبقى بالونه كبيره شويه. على اساس كده هي كانت الفتحه بتاعتها ضيقه شويه، عشان كده ما كنتش عارفه ادخل فيها البيضه. بس بصراحه يعني قدرت عليها وعملتها. بصراحه كانت جميله جدا، والولاد اتبسطوا بها وعملت شكل جميل جدا جدا. والولاد اتبسطت بها جدا. المهم هنا طبعا انا عملت اول واحده زي ما انتم شايفينها. هنا بقص البوز دوت احسن بكتير بكتير من الالوان. الالوان دي بصراحه على ما بتيجي تقشري البيضه بقى والولاد يجي يمسكوا البيض، بتفضل بقى معلمه على ايدك كده، وبتبقى برضو الوانها باهته ماشي اللي هي قوي يعني. بصراحه جميله جدا. فانا هنا وريتكم عملت البيض ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. بصراحه بصراحه تحفه 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 جميله. انت بقى هنا عادي ممكن ما يعني انت مش عايزه تربطيها، لان هي طبعا هنا اتقصت جامد قوي. فجيت اربط فيها فما كانتش ايه بتربط بسهوله يعني. المهم على مين انا ربطتها برضو بس غلبتني شويه. المهم انت علشان ما تجيبي بالونه كبيره بتعرفي تتحكمي فيها. شايفين الالوان يا بنات والجمال؟ بصراحه تحفه تحفه، الالوان تحفه قوي تحفه قوي. يعني مهما كنت هتلوني مش هيبقى بالجمال ده بجد والله. إيه، حمرا وسمرا واول مره اشوف بيضه سمرا المهم. وحاجات وذهبي واورنج واصفر وكل اللي انت عايزاه بقى. بصراحه والولاد اتبسطت بها جدا. وفي نفس الوقت ما لحوستش ايد الولاد ولا عملت اي حاجه. وبقينا مثلا اي حد ياخد بيضه يقطع البالونه ويطلع البيضه بتبقى سليمه ونظيفه وجميله، وبيقشرها وبياكل. بصراحه كانت تحفه وشكلهم حلو قوي. بصراحه عجبوني والفكره عجبتني. ولو عجبتكم يا بنات ادخلوا اعملوا لي لايك واجبروا بخاطري بكلمه حلوه. المهم خلصنا فقره البيض، نيجي بقى على سلطه الرنجه. القمر 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 اللي انا اعتمدتها، بحبها اكتر من الرنجه نفسها. سلطة الرنجة دي عبارة عن ايه يا بنات؟ انت بتجيبي طحينة عادي خالص. انا جبت هنا برطمان طحينة فرغت منه شوية زي ما انتم شايفين. هنزل عليهم بشوية شوية كمون وشوية شطة وفلفل اسمر وشوية ملح، وطبعا ليمونة ونقطة خل. وهقلبهم في بعضهم على اساس ان هي تبقى طحينه جاهزه. طبعا هنا حطيت شويه شطه، الشطه دي اختياري لو على حسب الرغبه. لو محدش حابب الشطه ما عادي ما تحطيش شطه. طبعا انا حطيت البهارات قدامكم وهقلب بقى واحط نقطه ميه بس علشان امشي الطحينه. بس انت ما تكتريش ميه على اساس ان هي ما تبقاش مرقه معاكي وترجعي تاني تحطي
طحينه وترجعي تحطي ميه، فاللي هو انت فاهمه، نقطه ميه مع نقطه الخل، وان احتاجتي نقطه ميه عادي ممكن تزوديها. بصراحه هي دي الطحينه بتاعتي اللي انا ما بستغناش عنها. بس المهم انا هعمل هنا سلطه الرنجه. طبعا انا جبت بصلايه ونضفتها كويس جدا وخرطتها على اساس ان على الطحينه يا بنات. بصراحه بتدي نفس جميل ونكهه جميله. انا مش عايزه اقولك، انا الطحينه دي، سلطه الرنجه دي اتاكلت قبل الفسيخ وقبل الرنجة. بصراحة كانت تحفة تحفة. وطبعا جبت فلفل أخضر، قرنين شطة كده، هما مش حاميين، عاديين يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. المهم يا بنات، جه هنا جبت الرنجة دي يا بنات، خرابي يا نهار أبيض، تحفة تحفة تحفة. رنجة بقى كده جميلة واللحمة بتاعتها جميلة ومهيش حادقة ولا أي حاجة. والبطروخ بتاعها من اللي هو يا بنات المخرز ده، اللي هو بيتاكل. في ناس مش عارفة، في ناس بتحب البطروخ الناعم ده، انا بصراحة مش بحبه ولا بحب المخرز. بس في ناس بتحب يقول لك البطروخ المخرز دي، يبقى الرنجة دي من نظيفة. بصراحة كانت تحفة زي ما انتم شايفين كده. انا فتحت لكم واحدة على اساس ان انا هعمل واحدة بس سلطة رنجة، والباقي هسيبه كده على حسب. اللي لو مش حد حابب ان هو ياكل سلطة الرنجة، يبقى ايه ده يعني براحته، فاهمين؟ فانا قلت برضو لو انا حابه مثلا ان انا هزود عادي مش مشكله. المهم شايفين البطروخ يا بنات؟ البطروخ ده بقى تحفه. يعني انا عارفه اصلا ان في ناس كتير بيحبوا ياكلوه، بس انا بصراحه حتى يعني بطروخ السمك ده انا مش مش بحب اكله بصراحه. المهم هنا طبعا طلعت البطروخ، هنضف بقى طبعا الرنجايه. هنا نضفتها معاكم اهوت، حشت القشر بتاعها، وده البطروخ. وهبدأ اقطع منها زي مكعبات صغيرة كده، زي قطع الفلفل والبصل، علشان احطها في الطحينة. وهي دي هتبقى سلطة الرنجة بتاعتي. بصراحة كانت تحفة تحفة تحفة. الرنجة مع الطحينة مع الفلفل مع البصل، بس روعة روعة بأمانة والله. جربوها يا بنات، صدقوني مش هتندموا ابدا، وسهلة جدا وسريعة وما فيهاش اي حاجة وما خدتش وقت. طبعا انا عملت هنا السلطه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. هنا طبعا انا قطعت زي ما انتم شايفين كده قطع الرنجة معاكم، وهبدأ هنضف بقى بقية الرنجة بتاعتي واحط عليها ليمون، على اساس اللي مش عايز سلطة الرنجة اللي هي بالطحينة ياكل من الرنجة العادية دي. الرنجة دي بصراحة تحفة يا بنات، تحفة. في ناس بقى بيسيحوها وفي ناس مش بيسيحوها، يعني ده اختياري. كده بتتاكل وكده بتتاكل، وكده طعمها حلو وكده برضو طعمها تحفة بجد. انا بصراحه انا بحبها في تلك الحالات، بس انا من النوع اللي انا بحبها بصراحه مش متسيحه. يعني ممكن حد كتير يغلطني في اللي انا بقوله، او مش يبقى معايا او موافق معايا، بس انا بصراحه بحبها وهي مش متسيحه. بحس ان هي مش حادقه وبتبقى طعمها حلو، وممكن يعني تاكلي منها حاف كده ما تشبعيش. المهم يا بنات، هنا طبعا انا عايزه اعمل طحينه بقى جنب الاكل، طحينه لوحدها من غير سلطه. طبعا نزلت الطحينه زي ما انتم شايفين برضو يا بنات. هحط بكمون وهحط شطه وفلفل اسمر وملح، وهحط خل وليمون، وهقلب. هفضل هقلب زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي لحد ما تيجي بقى معاكي بالقوام الجميل ده، وتبقى بيضة معاكي وتبقى حلوة. بتتاكل بقى جنب الفسيخ وبتتاكل جنب الرنجة. بصراحة بتبقى خطيرة خطيرة خطيرة. بصراحة بتبقى تحفة وطعمها جميل. واحنا بنحبها، خاصة في ناس بتحب تاكل الرنجة لوحدها. انا عندي بحب اكل الرنجة بالطحينة، بأمانة والله. الفسيخ مع بصل، يعني انا حتى ان كلت رنجة ما اكلش معاها بصل بصراحة، مش عارفة ليه. المهم احنا هنا بنحب بقى الطحينة زي ما انت شايفة. بس انا قلت اعملها، ربما اللي ما بيحبش، انا عندي في حد ما بياكلش البصل، فاهمين؟ فانا عملت سلطه طحينه وحطيت عليها بصل، فممكن يكون حد ما بيحبش البصل. فعملت دي لوحده وده لوحده. احنا يا جماعه والله احنا ما احنا موجودين الا عشان نراضي كل الاطراف، انما حد يراضينا مين ده؟ مين ده؟ ما حدش هيراضينا اصلا. الرضا من عند ربنا، اللهم لك الحمد، الله المستعان. المهم يا بنات، هنا هفضل اقلب اقلب كده لحد ما تيجي بقى معاكي تقلب ببياض كده، وتقلب بقوام جميل كده، تقيل شويه كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا على النبي يا بنات، صلوا على النبي.
يا بنات بالله عليكم اجبروا بخاطري، اجبروا بخاطري وادخلوا اعملوا لي اشتراك وفعلوا الجرس. ربنا يرضيكم يا رب ويرضى عنكم يا رب ويرزق كل مشتاق بزيارة حبيبنا النبي محمد، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. المهم يا بنات انا هنا عملت الطحينه زي ما انتم شايفين، وجبت الفسيخ وقلت بقى هنضف الفسيخ زي ما انتم شايفين كده. نضفته طبعا علشان قلوب الناس الضعيفة ما جبناش المنظر بتاع الفسيخ واحنا بننضفه، فاحنا يعني ايه استأثرنا عليكم الوضع يعني، فهنا نضفناه وحطينا بقى حطيت عليه فلفل وليمون وشوية زيت وظبطت الدنيا كده وجهزت حاجتي كده. الله المستعان، ويلا بينا بقى علشان نروح الارض في الفيديو التاني. استنوني هنزل لكم الفيديو التاني. بحبكم في الله، ربنا يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. اجبروا بخاطر يا بنات، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. بحبكم في الله، وهنزل لكم فيديو تاني بتاع الارض بقى والفسحه بتاعتنا الجميله. وكل سنه وكل عام وانتم بالف خير يا حبايبي، والسنه الجايه كده يا رب تحققوا كل اللي بتتمنوه. مع الف سلامه يا حبايبي.